الاستاذ مصطفى الصادق صاحب مطعم طائر الحنف في مدينه صالح. عايزين نسال حضرتك سؤالين، اولهم تعددت الاحزاب في مصر في الفتره الاخيره بعد الثوره، وحزب الاغلبيه بعد الثوره هو حزب الحريه والعداله. بناء على انتخابات مجلس الشعب الاخيره، فما هو رايك في هذا الحزب؟ وهل اختلف رايك قبل وبعد الثوره؟ هو كان قبل الثوره ما كانش فيه الحزب اساسا، لكن الحزب هو كحزب يعني هو الناس اللي فيه ناس كويسين جدا محترمين جدا، بس ليهم اراء خاصه بيهم. تمام. كل واحد له رايه، كل واحد حر في رايه يجاوب ويعبر عنه زي ما هو عايز. هم كحزب الاخوان المسلمين، فالاخوان المسلمين منظومه منظمه لاشياء معينه ليهم هم عايزينها. تمام. ففي ناس بتحب المنظومه ديت، في ناس ما بتحبهاش، انما هم كاشخاص محترمين جدا. تمام. طيب وحضرتك شايف بعد الثوره لما حضرتك مبدئيا كان انت انتخبت الاخوان المسلمين في مجلس الشعب؟ انا انتخبت الاخوان المسلمين في مجلس الشعب بالفعل. طب يا ترى في انتخابات الرئاسه تمام انا حد الدكتور عبد المنعم. طب وليه مش الدكتور مرسي؟ يعني صيغه الحوار مش عجبتني الدكتور مرسي، عجبتني انا شخصيا. شكرا يا استاذ مصطفى على اللقاء الجميل ده، وان شاء الله نستضيفك في حوار تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد زهو، بكالوريوس حاسبات ومعلومات، جامعة المنصورة، صاحب محل كازاميزا ومنشات صالح. رأيي في الإخوان إنهم بيلعبوا سياسة كويسة وبس لصالح نفسهم ومش لصالح البلد. ولو فكروا مسكوا الرئاسة، منصب الرئاسة وكده، هيبقى اللي هيحكمنا هو المرشد الاخواني مش حكم الرئيس نفسه. وبالنسبه ان انا بنتخب الرئيس القادم يعني، وباذن الله هيكون رئيس الدكتور عبد المنعم فتوح، هيكون رئيس لمصر، لانه له شعبيه كويسه ونازل مستقل وصادق في كلامه ومش متلون. طب انتخبت مين في مجلس الشعب في الفترة اللي فاتت؟ أنا بصراحة انتخبت الإخوان، انتخبت منهم الدكتور الأستاذ إبراهيم سليم. تمام. لأنه راجل معروف وراجل محترم، وأنا عارفه شخصيا يعني، وجاري في المنشية. تمام. شكرا يا أستاذ. ماشي يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمود بدوي، سكرتير رئيس المحكمة في أبو كبير. رأيي في الإخوان قبل الثورة إن هم كانوا ضد النظام، بس بعد الثورة العملية اتغيرت خالص. أنا شايف إن إحنا بنرجع حزب وطني جديد، بس بدين مش عملنا حاجة جديدة. الثورة كانت قايمة علشان إحنا يبقى في حرية وعدالة اجتماعية. أنا شايف ده كله مش هيحصل تاني، لأن إحنا بنرجع النظام القديم تاني، بس بنرجعه بنظام بدجن شوية. وبالنسبة لانتخابات الرئاسة، أنا كان عليا أنا حدي عبد المنعم فتوح، لأن شايف هو راجل بيجمع بين ميزات كل المرشحين، وفي وسطية بالنسبة للدين، بالنسبة للسياسة، بالنسبة لكله. إن كان بنجال عليه هو من الإخوان المسلمين، فهو فعلا كان من الإخوان المسلمين على مبادئ معينة كانت فيهم، بس الكلام ده كله خلاص اتغير. هو بقى انشق عنهم، راجل له فكره جديد، له حياة جديدة. فأنا شايف إن الإخوان قبل الثورة اتغيروا عن بعد الثورة. كانت المبادئ اللي هم ماشيين عليها مش هي نفس المبادئ. كانت المواثيق اللي هم حاطينها من الامام حسن البنا لغايه دلوقتي مش هي المبادئ. لا، انا شايف دلوقتي هم طمعين في الحكم، شايف ان هم عايزين يسيطروا على مجلس الشعب، مجلس الشورى، محليات، ماسكين كل حاجه. حزب وطني جديد، احنا مش بنعمل اي حاجه في الدنيا غير احنا شلنا ناس وجبنا ناس ثانيه. انتخبت مين يا استاذ محمود في مجلس الشعب في الفترة اللي فاتت؟ انتخبت نص حريه وعداله، والنص الثاني حزب وطني. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا الحاج بن عبد الله صاحب معرض موبيليا من شيطان. مرحبا بحضرتك على المستوى. حابين نسال حضرتك سؤالين، اولهم تعددت الاحداث في مصر في الفترة الأخيرة بعد الثورة، وحزب الأغلبية بعد الثورة هو حزب الحرية والعدالة. بناء على انتخابات مجلس الشعب الأخير، فما هو رأيك في حزب الحرية والعدالة؟ والله رأيي في حزب الحرية والعدالة أنا انتخبتهم في الأول. تمام. بس ما أظنش إن أنا انتخبهم تاني. طب السبب؟ والله أسباب كتير.
يعني احنا طبعا بعد مجلس الشعب رايه مش مستقر. تمام. يعني دايما يقول الكلمه ويلحسوها ويقعدوا. انا ما بحبش الاسلوب ده اصلا. تمام. انا احب الراجل يقول كلمه وما يرجعش فيها لو الدنيا هتتقدم. تمام. فطبعا هم بيخلونا نفرض صفاتنا فيه. تمام. انا عايز راجل لما يقول كلمه ينفذ على طول حتى لو غلط، طالما طلع من عنده. لكن يقول هعمل ويرجع يقول مش عارف الكلام ده كله، طبعا انا مش بحبه خالص. رايك اختار انا عم الحاج ابراهيم. طب تاني سؤال، يا ترى هتختار مين مرشح لرئاسه الجمهوريه؟ والله هو عبد المنعم مفتوح. يعني طبعا سمعناه وكان حدنا هنا في ابو كبير النهارده. وانا مقتنع بيه جدا. يعني برضه رايك؟ واخد بالك مقتنع بالراجل ده، لانه انا شايفه ان هو راجل درس الحياه كويس وجد شويه. يعني يقدر يحكم البلد في الفتره اللي هي فيها دي، والبلد في الفتره اللي احنا فيها ديت عايزه واحد يكون معلم، واخد بالك؟ عشان يقدر يلم الامور والبعثات اللي احنا فيها دي. تمام. شكرا على الحاج والف شكر. يا اهلا وسهلا بيك. ادهم شغال في واحد في الاصدقاء مصور فيديو، خريج اداره اعمال كليه دلتا المنصوره. ايه رايك في الاخوان المسلمين بما انهم الحزب الاغلبيه في مصر؟ رايك فيهم ايه؟ الحزب الوطني الثاني. ايه؟ الحزب الوطني الثاني. طب انت انتخبت مين في مجلس الشعب؟ مجلس الشعب؟ ما انتخبت الدكتور علي مصلحي. تمام. وكان واحد معاه تاني بس مش فاكر بس مش اخويا. وحزب انتخبت اي حزب؟ الحزب كان اللي هو الوسط. حزب الوسط؟ تمام. طب ناوي تنتخب مين في رئاسه الجمهوريه؟ دكتور عبد المنعم فضول. طب ايه اللي خلاك تختار عبد المنعم فضول؟ الراجل برنامجه كويس وهو راجل محترم الصراحه. شكرا. انا وهو كان مع الاخوان بس يعني ايه؟ سابهم نشكى عنهم وكده يعني. شكرا يا استاذ. العفو.